وأن تحمى العاصمة من الدمار، وأعطانا الله على أجساد النية. اللهم لك الحمد. والله أنا بنمر برضه لبعض الأسئلة. فيه مهند شريفة يقول فيه إشارات إلى أن قطر تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وما مساعدتها في البداية. طبعا هذا سؤال دائما يتردد والإجابة عليه واضحة، كثيرين جابوا عليها وحتى المستشار جاوب عليها، بس حنرد على مهند من خلالك. باعتبار الدكتور كنت ضالعا وكنت طرفا رئيسيا في بداية الثورة وحكاية شراء سلاح، الكل يعني يصف قطر أو التام أو البعض، لا نقول الكل، بعض من المتنطعين أو بعد سؤال مطروح يبي إجابة أن قطر دعمت ليبيا لربما رغبتها في التدخل في الشؤون الداخلية ليبيا ومصلحة قطر، مع الرغم أن بين قوسين سئل أمير قطر في نيويورك قال لا، وجهت الدعوة أو وجهت دعوة لساركوزي وكاميرون زيارة ليبيا، هل وجهت لك الدعوة؟ فأراد رد أنا أعجبني جدا بصراحة، قال أنا صاحب البيت، أنا أدعو ولا توجه لي الدعوة. ففي هذا الخضام كله برضو نبو إجابة، ما مصلحة قطر في دعم ليبيا؟ هل هناك فعلا مصلحة حقيقية أم أن العلاقة فعلا شفافة ومقدسة إلى هذا المستوى؟ هل يعقل أن يكون هكذا؟ أنت رجعتني لموضوع مهم. في بداية الأحداث التقيت بسمو أمير قطر. نعم. وجلست معاه جلسة كانت فيها نوع من الصراحة والوضوح، وقال لي أنا هكذا، قال الآتي معايا حسام. أي طبعا معك، والحمد تشوف فيك تقرأ في الرسائل. لا في سماء ولا الصفحة ناشطة، لكن الوقت لا يكفينا، فشكلنا ماشيين لحلقة بكرة توعدنا غدا إن شاء الله عشان نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. تفضل حضرتك. فالمهم طبعا في نقطة مهمة، طبيعة الجزيرة كانت تغطي في الأحداث، صح؟ نعم. غطت أحداث مصر، غطت أحداث تونس، وكان لها أثر جزء عامل. طبعا لولا الله سبحانه وتعالى وما قذف من همم ومن عزائم في نفوس التوانسة والشعب التونسي العظيم اللي قاوم وأثبت قضيتها، أصبحت حية. في الأول ما كانش شيء تغطية إعلامية، لكن لما أصبحت حقيقة في ثورة في تونس، الإعلام النزيه والإعلام الحر بيسعى وبيغطيها. فصار شو اللي صار للجزيرة كان لها أثر كبير. وشفنا قول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شفنا حدث ضخم هائل، ذهاب زين العابدين، انتصار الثورة التونسية العظيمة الرائعة، هذا الشعب العظيم اللي كل الاحترام والتقدير، سواء بسبب الثورة أو بسبب وقوفهم معانا احتضاننا للليبيين. هو فعلا موقف يعني أثر فينا بشكل كبير. أحيانا الكلمات تخون في التعبير. نعم. لكن الأجر عند الله. نعم. سبحانه وتعالى، سواء على مستوى الشعب أو مستوى الدولة، وعلى مستوى عمار رشيد رئيس الأركان، هذا القائد اللي الله أنقذ به شعبه من ذبح ومن كذا، وكان أيضا سبب في دعم الليبيين. لأن لولا الله سبحانه وتعالى ثم نجح قطر في إقناع تونس بإدخال السلاح بالجبل الغربي، لكان في صعوبة أن نصل إلى هذه النتائج. كثير نتائج ميدانية كانت أنا أحكي لك، صارت حوارات حادة وحوارات قوية جدا بين رئيس الأركان القطري وبين رئيس الأركان التونسي. ورئيس الأركان القطري طبعا كان موجه من قبل سمو الأمير ولي العهد القطري بدعم الليبيين بكافة ما يحتاجونه. ونرجع لك للقائي مع أمير قطر. حتى قال لا، نحن لازلنا في بداية الثورة، نخشى من ردة فعل النظام الليبي. يقول الثاني يقول له مصلحة تونس والشعب التونسي والثورة التونسية في نجاح الثورة الليبية. يقول له شو قيمة هذه البدلة رئيس الأركان القطري إذا ما وقفناش مع هذا الشعب المستضعف، هذا الشعب المظلوم. وكان لهذه الكلمات أثر في عمار رشيد في الاستجابة والسماح، ويأخذ القرار الشجاع بالسماح للطيران القطري اللي يأتي بالسلاح للدخول لتونس ثم يدخل إلى الأراضي الليبية. فهذا حدث تاريخي هائل عظيم، ما عندناش لهم إلا الدعاء في ظهر